إزاي أختار لبس رياضة مناسب سواء في الجيم أو للجري؟ وهل في خامات معينة المفروض أبعد عنها؟ أنا رأيي أي حاجة بترتاحي فيها هي مناسبة للجيم عادي. الجيم يا جماعة كان طول عمره الحاجة القديمة التيشيرت القطن القديم اللي مش بنخرج بيه كان بتاع الجيم. مع التطور الاجتماعي والجيمات اللي بقينا بنروحها أكيد مش هنعرف نعمل ده. فالمثالي أو الصح أو اللي هيخليك شخص ديسنت ولابس صح في المكان الصح، تبعد عن الخامات القطن، ده رقم واحد. تلبس خامات ما بتطلعش ريحة، فما بقاش بوليستر اللي بيطلع ريحة. الخامات الدراي فيت، اللي يعني ايه دراي فيت، الخامات اللي بتنشف بسرعه من العرق فمش بتطلع ريحه عرق، بتبقى كمان معالجه ضد البكتيريا فمش بتعمل ريحه اثناء التمرين. لازم يبقى معاك فوطه في التمرين إمم. عشان حاجتين، عشان العرق بتاعي وعشان احطه على الجهاز اللي هستخدمه. ما ينفعش من الحاجات المفروض كلنا ناخد بالنا منها ان المكان اللي بنتمرن فيه يبقى نظيف، ما ينفعش حد يتأذى مني. ففي ناس بتلاقيه جسمها طبع على طبيعي ان بلعب إمم، تمرين إمم، إمم. وبعرق، فالافضل يبقى معانا الفوطة بتاعتنا بنحطها على الجهاز اللي بنستخدمه علشان ما نسيبش آثار عرق بتاعنا على الأجهزة. البناطيل، أنا رأيي الشخصي البنطلون يكون واسع شوية بالنسبة للبنات، ويفضل دايما نربط حاجة for safety بالذات مش لو الجيم. بنطلون الlegging يعني؟ قصدك الواسع اللي هو السبورتس الواسع أنا إمم، بحسه أفضل. إمم. أنا باحسّه أفضل عن نَفْسي في التمرين. لو عايزة legging ما فيش مشكلة، بس دايمًا نربط حاجة للsafety يعني بالذات لو الgym mix. من رأيي الشخصي إن الgym الغير مختلط أفضل بكتير. بيدّيكِ ثقة أعلى تعملي التمرين بشكل 100% أفضل.